لو عندك مشاكل في المفاصل الدكتور بتاعك بيقول لك ما تعمليش اي نوع رياضه غير السباحه غير السويمنج، بليز تشينج يور دكتور، غيري الدكتور بتاعك لان ده كلام مش عملي. كل اللي بيسالوني ده في كومنتس ومسجز بسالهم طب انتوا عندكم حمام سباحه داخلي جوه بيتكم واندورز كمان عشان يستحمل الطقس المتغير؟ كلهم بيقولوا لا. بقول لهم طب هل قدرتوا ان انتوا تكونوا بتاكسس مكان تروحوا مثلا 3 4 تايمز بير ويك، 3 4 مرات في الاسبوع؟ بيقولوا لا. فده مش بيعملوا حاجه. فلازم نكون بنقول ادفايس براكتيكال، مش بنريح دماغنا وخلاص. ممكن يقول بارت اوف يور بروجرام حاولي تروحي حمام سباحه مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين، مره في شهر، بس بجانب تمارين تقويات اليوجا ان انا اقدر اعملهم في اوضتي. مش محتاج غير يوجا مات او حتى سجاده، اقدر اعمل تمارين وانا قاعده في مكاني. This is practical. ممكن part of my program. Swimming is amazing، فيها low impact، ما فيهاش عنف على المفاصل. لكن لا، بجانب السويمنج محتاجه ستريتشز، محتاجه اعمل اطالات. السويمنج مش بتعمل اطالات، بتعمل تقويات. فممكن بارت من البروجرام مش البروجرام كله. الدكتور بيقول لك كده غيرين. This is not enough. Not